اكتر حاجه مزعلاني في ماتش البرازيل ده ان الجونين اللي دخلوا فينا هم اكتر جونين ما كانش ينفع ان هم يدخلوا فينا. يعني مثلا عندك الجون الاولاني زي ما انت عارف كده، مهند لاشين فضل دايس على الكوره مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة لغايه ما اللعيبه قطعوها منه، رغم ان هو شاف بعينيه ان في اربع لعيبه محاوطينه. يعني كان المفروض يتخلص من الكوره دي حتى لو هيديها شالوت ويطلعها اوت، لكن الكوره اتقطعت منه. زي ما انت شايف كده منتخب مصر كان فاتح الملعب عشان المفروض ان هو بيطلع بالكوره، فلعيبه البرازيل تقطع الكوره وبمنتهى السهوله يحط الكوره لان هو اصلا رايح بالكوره انفراد. اما بقى الكوره التانيه هو نفس الفكره بالظبط، كوره ما كانش ينفع ان هي تتعمل بالشكل ده. محمد هاني الكوره معاه وكان ممكن بمنتهى السهوله ان هو يرجع الكوره لمصطفى شوبير، ومصطفى شوبير يا اما هيطلع الفرقه صح يا اما هيديها شلوت. لكن محمد هاني قرر ان هو يلعب الكوره من وسط اتنين لعيبه ضاغطين عليه عشان اللعيبه تقدر بمنتهى السهوله يقطعوا الكوره ويعملوا بيها هجمه وانت اصلا فاتح خطوطك، فبمنتهى السهوله اندريك يحط الكوره في الجون. فدي اكتر حاجه زعلتني. احنا كان في فرص كتير قوي المنتخب البرازيل كان ممكن يحطوها جوان غير الكورتين اللي ملهمش لازمه دول.